ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هعمل معاكم الكوكيز بطريقه سهله وبسيطه ومقادير على قد ايدك. يلا بينا نشوف الطريقه ايه. معايا كوبايتين دقيق نخلاهم كويس ورشه ملح، ومعايا 2 عدد بيضه، ومعلقتين كبار من العسل الاسود، ومعلقتين سمنه، وطبعا للتزيين معايا شوكليت شيبس. هبدا بقى كده ان انا اجيب البيضتين اضربهم كويس الاول، وبعد ما يضربوا كويس هنزل كده بمعلقتين السمنه، وبعدين هنزل بمعلقتين العسل الكبار كلهم كده، وهقلب كويس. ما تقلقيش السمنه هتسيح. طبعا حطيت رشه الملح على الدقيق، وهنزل بقى حبه بحبه. الدقيق هنا حبه بحبه يا جماعه، الطريقه سهله وبسيطه جدا. بصوا يا جماعه، امشوا معايا خطوه بخطوه اهو. ببدا بقى بشويه بشويه. طبعا انا هنا احتجت على فكره برضو نص كوبايه دقيق تاني على حسب الدقيق. تمام كده العجينه معايا مظبوطه زي ما انتم شايفين. خلاص بقى كده هبدأ بقى ان انا اجيب صاج وابدأ اكورها كور صغيرة كده على قد البق، على حسب الحجم برضو اللي انت عايزاه. وهحطها كده في الشوكليت شيبس، وبعدين ارصصها ادخلها درجة حرارة 160. مش هكمل 10 دقايق بالظبط وهطفي عليها. بعدين هسيبها 10 دقايق تاخد بس السخونية بتاعت الفرن. بعد ما طلعت تحفة يا جماعة وجميلة، شايفين ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. استاهل لايك. يا رب يكون الفيديو عجبكم وينول اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.